الطبيعة علمتنا ان مش لازم ان الطرف الاضعف يكون هو اللي بيدافع، ممكن يكون الطرف الاضعف اكتر هجوما واستباقا، ولنا في غرير العسل مثال. وبما ان خير الكلام ما قل ودل، هقول لك تفاصيل الماتش في اقل من دقيقة. خطة حسام حسن هتبقى معتمدة بصورة اساسية على شكل نيوزيلندا الهجومي، ايوه زي ما سمعت. نيوزيلندا بسبب جرأتها اللي اكتر من البرازيل وبلجيكا في عدد اللعيبة اللي بتهاجم هتجبر حسام حسن ان ياخد حذره، والا هيحصل فينا زي اللي حصل في ايران. مبدئيا كده نيوزيلندا شكلها في الحالة الهجومية 2-2-5-1، يعني بتهاجم بست لعيبة، الاتنين الاظهرة بيتحولوا لاجنحة، والاجنحة بتبقى في عمق الملعب في انصاف المساحات، ووسطهم صانع لعب، وقدامهم مهاجم هو الاخطر في الفريق كريس وود، وبتأمن الهجمات المرتدة باربع لعيبة بس، يعني مفيش توازن خالص. وشكلهم ده حتى هم متقدمين على ايران، يعني مفيش تراجع. طب ايه اللي المفروض كابتن حسام حسن يقوم بيه ويتلاشى بيه اخطاء ايران؟ مبدئيا الاتنين مدافعين نيوزيلندا يكونوا مهمة مرموش وصلاح اللي هنحتاجهم في الهجمات المرتدة بصورة كبيرة، والاتنين اللي قبلوا لعيبة الارتكاز تريزيجيه ومروان عطية او حمدي فتحي، ولو حسام حسن خد الريسك بزيادة يكونوا تريزيجيه وزيكو، والاتنين اللي ماسكين اظهرة نيوزيلندا هاني وامام. طب ليه امام على الطرف وتريزيجيه في النص؟ مبدئيا واضح ان امام في معركة نص الملعب بيتدرى وسط الزحمة وبيكسل يضغط، والروتيشن الكتير اللي بيحصل وسط الملعب من لعيبة نيوزيلندا محتاجين لعيبة مجهودها عالي في الضغط وما بيكسلوش، واظن ده في تريزيجيه وزيكو افضل من امام، في حين امام على الطرف مساحة تحركه هتبقى واضحة بسرعة عمودية، وثنائيته مع فتوح اكتر انسجام من ثنائية تريزيجيه وفتوح. ندخل لقلب الملعب والمشكلة اللي كانت بتحصل في ماتش ايران. مبدئيا كريس وود لازم اللي يمسكه مدافع بنفس مواصفاته، قوي وطويل، عشان كده لازم حسام عبد المجيد يبدا ودوره يكون مان تو مان على كريس وود، وجنبه عبد المنعم اللي هيكون دوره مبني على العقل وعلى تحرك الارتكاز اللي هيكون مهند لاشين. لكن اظن حسام حسن هيلعب بحمدي فتحي لو ما لعبوش في رقم 8، ومروان على الدكه بسبب الانذار خوفا من انه ما يلعبش ماتش ايران. بس لو انا مكانه هبدا بمهند، ولازم هنا مهند يدافع دفاع الزون، يعني دفاع منطقه، مساحه واضحه يكون بين صانع اللعب والجناح الشمال، خصوصا ان صانع اللعب والجناح الشمال اللي هو رقم 11 جاست ورقم 10 سينج بيبدلوا مراكزهم كتير، وفتوح مهمته الجناح اليمين اللي بيبقى في مناطق انصاف المساحات. ودور مهند هنا انه ما يتسرعش في الضغط، يضغط في وقت خروج الكره من لعيبه الارتكاز، لو اتبسط لجاست يضغط على جاست وقت خروج الكره، ومحمد عبد المنعم بالتوازي يستعد انه يضغط على سينج، ولازم عبد المنعم يلعب كمدافع ناحيه اليمين عشان يكون اقرب لسينج او جاست. طب ده في الحاله الدفاعيه. طب الهجوميه هنعمل ايه؟ سلاحنا الاهم في الماتش ده الهجمات المرتده، وهنقدر نلدخهم كتير مع مواصفات لعيبه زي صلاح ومرموش وتريزيجيه. شوفوا الهجمه دي في ماتش ايران، نيوزيلندا بتهاجم بنفس الفورميشن، وبسبب ان ايران دفع الدفاع متاخر ودفاع كان عامل زي المصيده، طمع الاثنين ارتكازات ان هم يتقدموا اكتر في الوقت ده الضغط العالي، واتقطعت الكوره بعد سحب 8 لعيبه من لعيبه نيوزيلندا، وبباصه واحده بقى الموقف 2 على 2 من قبل نص الملعب، مع زياده صانع اللعب كمان اللي قلت لك لازم يكون تريزيجيه مكان امام عشان سرعاته في المساحات، وعشان يجاري مرموش وصلاح في المرتدات. بس اللقطه دي انا خايف تحصل في ماتش نيوزيلندا. مهدي طار من نجم انتر ميلان السابق اتقانى هنا وقرر يشوط ما باصاش زي ما انا عامل في السهم، والكره في الاخر ضاعت. وطبعا هنا هيجي ببالي مرموش، اتمنى حسام حسن يكون عامل قاعده خاصه معاه بخصوص النقط دي، وان شاء الله شويه التفاصيل دي تخلينا نكسب ماتش نيوزيلندا بسكور كمان، وممكن نشوف صلاح ومرموش هاتريك في ماتش نيوزيلندا.